حاجه غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمره واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء، خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه، خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه من غير القوه الضاربه في الاهلي. فالاهلي بمن حضر يا ساده، نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، انت الان تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت، والاهم الروح، الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا. فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضيه ممكن، الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وطلع كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، روح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. اول سنه في حياتي ما يبقاش عندي امل ان احنا حتى ناخد المركز الثاني. اول سنه في حياتي، يعني انا دايما بيبقى عندي امل كبير، ننافس، ناخد الدوري، مش عارف ايه. النتائج كمان اللي بيعملها الاهلي، المدرب بتاعهم ده لا نافع معاه جامايكا ولا نافع. انا نفسي ابعت له اقول له يا ابني ارجع اقعد مع اهلك، خلي بالك من عيالك، خلاص الدوري خلص، ملوش لازمه والله نكمل. وجع قلب وتعب ومصاريف وفلوس واستادات وامن. اول تعليق عمرو اديب بعد فوز الاهلي على النصر.